ازيك يا عزيزي؟ حابب اقول لك اني هبدا انزل فيديوهات كل يوم، فمحتاج دعمك الفتره اللي جايه. وقبل ما نبدا الفيديو متنساش تصلي، لان صلاتك اهم من الفيديو اللي بتتفرج عليه. يلا بينا نبدا حكايتنا. بطلنا بيفتح عينيه ويلاقي نفسه في الكهف بتاعه. اخر حاجه فاكرها هي المبارزه العنيفه مع زعيم القرود، وان هو والزعيم الاتنين وقعوا على الارض. بيبص حواليه يلاقي السحليه السوداء جنبه، وبيفهم ان هي اللي سحبته ورجعته للكهف. بيشكره وبيستغرب ازاي قدرت تشيله كل المسافه دي. اول حاجه بيعملها انه بيستخدم مهاره عرض الاحصائيات عشان يتاكد من اللي حصل. بيلاقي ان المستوى بتاعه زاد، وده معناه انه فعلا كسب المبارزه. الفرحه ما تسعوش وبيصرخ بيقول انا كسبت، لكن فرحته بتتقطع لما بيسمع صوت بره الكهف. بيبص وبيلاقي جيش القرود كله واقف ومستنيه. الاول بيخافوا ويفتكرهم جايين ينتقموا الموت زعيمهم. بيستعد للقتال، لكن بيلاحظ حاجه غريبه. القرود مش بتهجم، بالعكس واقفين في هدوء تام. لما بيشوفوه واحد منهم بيتقدم له بيحط قدامه فاكهه كنوع من الخضوع. طنه بيبقى في حيره من امره لحد ما بيفتكر اللقب الجديد اللي كسبه زعيم العشيره. يفهم في اللحظه دي ان حسب تقاليدهم وقوانينهم، بما انه هزم الزعيم القديم في مبارزه مقدسه، هو بقى الزعيم الجديد بتاعهم. السحليه السوداء بتكون متوتره مستعده للهجوم، لكن بطلنا بيطمنها وبيقول لها انهم خلاص ما بقوش اعداء، دول بقى الاتباع بتوعه. يفكر مع نفسه بيقول ان دي فرصه عظيمه ممكن يستخدمهم كعمال عشان يساعدوه في المهام اليوميه. بيلاقي ان القرود جابوا معاهم كل الاكل والموارد اللي كانت في مخبأهم القديم، وده معناه انه مش محتاج يصطاد لفتره. السعاده بتاخده بيقرر يستغل الموقف ده احسن استغلال. اول مهمه بيديها لهم هي صناعه اللحمه المجففه. بيلاحظ انهم مهتمين جدا بالاكل اللي بيعمله، فبيقرر يعلمهم الطريقه. بيشرح لهم خطوه بخطوه تقطيع اللحم، وبعدها اضافه الملح وتوابل، وبعدها تدليك اللحم وتركه لبعض الوقت. القرود بتتعلم بسرعه تبدا تشتغل. بعد كده بيفتكر انه محتاج قواني فخاريه اكتر عشان يخزن الاكل للجيش الجديد بتاعه. بيجيب طين وبيبدا يشكل اناء. بيلاحظ ان القرود عندها مهاره اسمها رشيق، وايديهم طويله ورفيعه ومثاليه الاعمال اليدويه الدقيقه. بيقرر يعلمهم صناعه الفخار كمان. بيوريهم الطريقه مره واحده، وبيلاقيهم بيقلدوه بيعملوا اواني شكلها متقن اكتر من اللي هو بيعملها. بيعين مجموعه منهم مسؤوله عن صناعه الفخار. اما القرود الاقوى جسمانيا فبيديهم معاول حجريه كان عاملها قبل كده، وبيكلفهم بمهمه توسيع الكهف. في خلال وقت قصير الكهف بيتحول لخليه نحل. مجموعه بتطبخ، ومجموعه بتصنع فخار، ومجموعه بتحفر وتوسع المكان. بطلنا بيكون مبسوط جدا بالانجاز ده، وحاسس انه بنى حضاره صغيره خاصه بيه. لكن وسط كل ده في حد ما كانش مبسوط خالص، السحليه السوداء. طول ما بطلنا مشغول مع القرود وبيعلمهم وبيديهم مهام، هي كانت قاعده لوحدها حاسه بالغيره والوحده. هي مش بتقدر تساعد في الطبخ او صناعه الفخار زي القرود. حاسه ان مكانتها اهتزت، وان صاحبها الوحيد بقى عنده اصحاب جداد اهم منها. بطلنا في الاول ما بيحس ده خالص، بيكون غرقان في دور الزعيم. المشهد بيقطع على ميلتا ويونو اللي لسه مستنيين باقي فريقهم يوصل. بيتكلموا عن الاحداث الغريبه اللي حصلت لهم في الغابه، وعن تنين الطاعون اللي قابلوه في الكهف. مقتنعين ان في سر كبير مستخبي في الغابه دي ولازم يكتشفوه. يرجع للكهف. بطلنا بيصحى من النوم تاني يوم وبيلاقي نفسه مش قادر يتحرك. بيبص حواليه بيلاقي القرود كلها نايمه عليه ومحوطاه من كل حته. يحاول يقومهم بس مفيش فايده، فبيقرر يرجع ينام تاني. فجاه بيسمع صوت صريخ. بيقوم مفزوع بيلاقي واحد من القرود واقع على الارض وبيترعش. بيستخدم مهاره عرض الاحصائيات وبيلاقي ان القرد ده اتصاب بحاله تسمم حاد. بيبص ناحيه السحليه السوداء وبيلاقيها بتبص له بغضب. بيفهم انها هي اللي سممته عشان غيرانه. بيزعلها وبيقول لها ان اللي عملته ده غلط، وبيطلب منها بسرعه تديله ترياق. بعد ما الموقف بيعدي بطلنا بيقعد مع السحليه وبيفهم انها حاسه بالوحده وانه اهملها. بيعتذر لها وبيقول لها انه عارف انه انشغل عنها، وبيوعدها انه هيعوضها. بيقترح عليها انهم يخرجوا في رحله صيد لوحدهم هما الاثنين بس زي زمان عشان يقضوا وقت مع بعض. السحليه بتفرح جدا وتوافق. في نفس الوقت بنشوف ماريا القلق بياكلها، لان المغامرين اللي استاجرتهم ماريال دخلوا الغابه ومن وقتها مفيش اي اخبار عنهم. حاسه بالذنب اكتر وبتقرر انها مش هتستنى وهتدخل الغابه بنفسها عشان تدور على دوس. بطلنا والسحليه بيبداوا رحله الصيد بتاعتهم. بطلنا بيكون متحمس جدا، خصوصا ان فاضله ليفل واحد بس ويوصل للمستوى الاقصى ويقدر يتطور لهيئه جديده. لكن حماسه الزايد بيخليه يغلط تاني. القرود اللي بقوا مسلحين بالمعاول الحجريه بيقرروا يلحقوهم عشان يساعدوا زعيمهم. بطلنا لما بيشوفهم بينبهر بقوتهم في القتال وبينسى اتفاقه مع السحليه. بيفضل يمدح في قوه القرود، والسحليه السوداء بتحس بالهنا والجرح، فبتقرر تسيبه تمشي لوحدها في اتجاه تاني. بطلنا بيلاحظ انها مشيت وبيحس بغلطته. بيدور عليها لحد ما بيلاقيها قاعده لوحدها زعلانه. بيقعد جنبها وبيعتذر لها اعتذار حقيقي من قلبه. بيقول لها انا اسف اني اهتميت بالقرود اكتر منك، بس لازم تعرفي انك اهم حاجه في حياتي. مهما حصل في المستقبل ده عمره ما يتغير، بوعدك. دي كانت لحظه عاطفيه ومهمه جدا، والسحليه بتحس بصدق كلامه وبتسامحه. بعدها ماريا بتلاحظ دوس في الغابه وبتجري وراه عشان تلحقه، ولكن بيختفي. المفاجاه الاكبر ان في وحوش تانية كانت مستنياها، وهم في اللحظه دي بيسمعوا صوت صريخ جاي من بعيد. بطلنا بيتعرف على الصوت على طول. دي ماريا. يعرف انها في خطر ولازم يروح يساعدها. بيقع في حيره. هو لسه معتذر للسحليه ووعدها انه يفضل معاها، لكن مش قادر يتجاهل صرخه ماريا. بيقرر انه لازم يروح، وبيقول للسحليه تستناه هنا، لكنها طبعا بترفض وبتصمم تروح معاه. بطلنا بيجري باقصى سرعه ناحيه الصوت. بيحاول يستخدم هيئته البشريه عشان لو قابل اي بشر تانيين ما يخافوش منه، لكنه بيفشل. السحليه بتحاول تجريه في السرعه، لكن مستواها اقل منه بكتير، فبتتعثر وبتقع. بطلنا بيرجع لها بسرعه عشان يطمن عليها، وبيلاقي ان صحتها كويسه وبيكمل جري. وسط كل ده صوت النظام المزعج بيظهر وبيقول له ان لقب البطل الصغير ولقب قاتل القلوب العذارى عنده بيزيدوا في المستوى، وده بيعصبه اكتر. يوصل في اللحظه الاخيره وبيلاقي ميريا محاصر من مجموعه من الذئاب السحريه اللي اسمها ماهو وولف. بينقذها في اخر ثانيه. طبعا ميريا اول ما بتشوفه بهيئته التنين بتترعب، مش عارفه ان هو نفسه اللي انقذها قبل
كده. بطلنا بيستخدم مهاره نفس الطفل عشان يهجم على الذئاب، لكنه بينسى ان اجنحته بتطلع غبار سام على الهجوم. بيخاف جدا على ماريا لكنه بيكتشف انها ما اتاثرتش بالسم. اول حاجه عملها كانت انه يستخدم مهاره عرض الاحصائيات عشان يطمن على ماريا. لما لقى حالتها طبيعيه ارتاح شويه وقال الحمد لله، يمكن عشان مستوى المهاره لسه ضعيف. لكن الراحه دي ما دامتش كتير. ماريا كانت مرعوبه وترجع لورا وهي بتصرخ لا ابعد عني. المنظر ده كان زي السكينه في قلب بطننا. هو وصف الموقف ده بسر وقال يا ساتر. رد فعلها ده كأن ملك الشياطين بنفسه هو اللي اقتحم عليها البيت وهي بتتسرق من قطاع طرق. الاحساس بالرفض من اقرب كان ليه كان مؤلم جدا. حاول يطمنها ويوصل لها ان هو نفسه صاحبها، لكن صوته كان مجرد زئير مرعب بالنسبه ليها. وهو في نص محاولات اليائسه دي فجاه بيظهر اشعار من صوت النظام لقد اكتسبت 36 نقطه خبره، وبسبب تاثير لقب البيضه المتحركه لقد حصلت على 36 نقطه خبره اضافيه. بطلنا اتعصب جدا وقال مش وقته خالص الكلام ده، لكن الاشارات ما كانتش بتسكت. في عز الازمه وهو بيحاول يستعيد ثقه ميريا وصل لاقصى مستوى وبقى جاهز للتطور مره تانية. هو اتجاهل موضوع التطور ده تماما لان كل همه في اللحظه دي كان انه يرجع علاقته بميريا زي ما كانت. بعد ما بطلنا حس بالياس وان ميريا خلاص مش هتعرف عليه تاني، حصلت حاجه ما كانتش على البال وعلى الخاطر. ميريا وهي لسه خايفه بدات تعمل حاجه غريبه. بدات تقلد صوت الزئير بتاعه وهو لسه بيضه صغيره. بدات تظهر بصوت ضعيف ومتقطع. بدأنا نستغرب في الاول لكن بعدين فهم. قال في سره معقوله تكون بتقلد اللي انا عملته زمان. دي كانت اللحظه اللي قلبت الموازين. ميريا كانت بتحاول تقول له انا فاكراك، انا عارفه ان ده انت. كانت بتستخدم اللغه الوحيده اللي كانوا بيتواصلوا بيها في الاول، لغه الزئير. المشهد ده كان مؤثر جدا. وهو بيشوفها بتقلد حركاته وصوته القديم عشان تثبت له انها لسه فاكراه رغم شكله المرعب الجديد. قلبه اطمن وفهم ان الرابط اللي بينهم اقوى من اي شكل او هيئه. قرب منها بهدوء وقال جواه انا هحميك يا ميريا مهما حصل. اللحظه دي كانت بمثابه اعاده بناء للثقه اللي اتهزت وتاكيد على عمق العلاقه اللي بينهم.